الصالونات. اذا كما كتلاحظوا تبارك الله، لاحظوا روعه، تبارك الله متيول البلاكارات من الفوق ومن التحت انيق، تبارك الله متوله غزاله. راه لاكور ها هو مسقف النص ديالو او بالاحرى كيشوف في الواجهه ديال المنزل. لاحظوا الشراج نتاعو تبارك. معكم مول الاشهار، قناه ديال العقار كتملحكم باش ديروا اشهار للعقار ديالكم، سواء كرا ولا بيع. كيف ما كان العقار ارض، شقه، منزل، عماره، فيلا، جزيئه، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الواتساب 06 35 76 37 27. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. إذا من خلال هذه الصورة اللي شفتوا في أول فيديو، فالبارتمان راه سفلية، هي هذه اللي كتشوفوا دابا حاليا في الشاشة سفلية. قبل من داكشي ديروا لنا إعجاب وخليو لنا لايك والتعاليق ديالكم، وخليونا يعني اشتركوا معنا في القناه. الناس اللي كيشوفونا اول مره فانتم في قناه لاشهار العقارات، واللي عنده شي عقار بغى يشهرو كما كان، ما عليه الا يتواصل معايا في الرقم ديال القناه 06 35 76 37 27. اذا المدخل ديال البارتمان مدخل انيق كما كتلاحظوا، بوحدها في الطابق. راكم فهمتوا هادشي من خلال التصويره. هنا مع الدخله كنلقاو اول حاجه الطواليت والحمام. اذا ها هي لاشاس والرشاش ولافابو ها هو في الجنب. اذا مزيان، طواليط بعيد على البيوتا وعلى الصالونات. اذا كما كتلاحظوا تبارك الله، لاحظوا روعه روعه روعه. اول حاجه هنايا غرفه النوم الاولى، والبارتمان راه كتكون من 3 ديال الغرف، 2 ديال الصالونات، حمام، مطبخ وطواليط. اذا هذه الغرفه الاولى، غرفه النوم. لاحظوا البارتمان تبارك الله متوله غزاله. هنا الصالون، صالون كبير، لاحظوا تبارك الله صالون كبير كيشوف في الواجهة ديال المنزل. لاحظوا الشراج نتاعهم تبارك الله كبار. اذا هانتوما شي تبارك الله غزال فيني. اذا نشوفوا الصالون من الواجهة الاخرى، ها هو كما كتشوفوا. اذا نزيدو نتقدموا شويه. لاحظوا هاد الفيترينا هادي كيفاش مديورة هنا، فكرة هائلة هادي. استغلوا ديك الفرق ما بينها وبين الطواليت وداروا فيترينا جات غزالة تبارك الله. هذا المطبخ. اذا هنا هانتوما كما كتشوفوا اذا هذا مولاها راه معتبروه حتى هو صالون. اللي قال لي 2 صالونات، وكاين اللي غادي يبغي يقول بان سيجور. اذا فلكم واسع النظر كما كيقولوا. اذا هذا المطبخ تبارك الله متيول البلاكارات من الفوق ومن التحت انيق. غزاله تبارك الله. هنا كاين هذه الغرفه، هذه غرفه الاكل كما قال لي مولاها. هذه غرفه خاصه بالاكل، وفيها ثلاجه كما كتلاحظوا، فيها 2 ثلاجات، ثلاجه وفريغو. ها هي 2 ثلاجات وفريغو. مزيان هنا الواحد اللي يجي يفطر ياكل هنايا باش يبقى اللي كلشي قريب للكوزينه. هذا لاكور، هذا راه لاكور، ها هو مسقف النص ديالو، او بالاحرى مسقف كامل. اذا من لاكور كنمشيو نيشان لغرفه النوم الثانيه. ها هي
وراه عندها الباب كما لاحظتوا. ها هو الباب من الا بغى يدخل الواحد من هنا من السيجور. ها هو بلاكار، ها هو اونكاستري في الحيط. اذا هذه غرفة ثانية. اذا عندها لاحظتوا عندها جوج بيبان، باب كيشوف لاكور ها هو، وباب الاخر كيشوف السيجور ولا الصالون الثاني. تبارك الله ابارتما متيولة. وعندنا بيت يعني السطح حتى هو مفروق، فيه غرفة، هي الغرفة الثالثة. اذا غادي نشوفوا السطح ونعطيكم المعلومات وحنا كنشوفوا السطح. اذا ها هو السطح، 3 ديال البيبان مقسوم على 3. اذا هانتوما الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث. اذا هذا اللي محلول هو الجهة ديال مالين هاد البارتما. ونعطيكم المعلومات. فهاد الشقة للبيع في حي الفتح 3 عين الشق، مدينة الدار البيضاء، سفلية. كل طابق فيه شقة جات في منزل من سفلي، فيه سفلي هو هذا اللي كان البارتمان اللي شفنا ديالو، وجوج طوابق اخرين، والسطح مقسوم على 3 على عدد الطوابق، وكل طابق فيه شقة. اي عندك جوج جيران فقط. البارتمان تتكون من 3 ديال الغرف بما فيهم هذه اللي في السطح، زائد صالونين، زائد مطبخ حمام وطواليت. والسطح فيه حمام وطواليت وغرفة ولا طيراس بطبيعة الحال ديال النشير. المساحة ديال هاد البارتمان هادي 110 المتر، والثمن 106 المليون، قابل للنقاش بشكل خفيف ومحفظة ومسجلة. اذا هذه هي المعلومات. اللي بغى مزيد من المعلومات يتواصل معايا عبر القناة وعبر الرقم ديال القناة وبالواتساب. الله يجازيكم بخير، تواصلوا معايا بالواتساب. راه نادرا فاش كنجاوب يعني في المكالمات ديريكت، في الواتساب من الاحسن. اذا نعاود، شقة للبيع في حي الفتح 3 عين الشق، 110 المتر، ثمن 106 المليون، محفظة ومسجلة. والبارتمان راه سفلية وعندها حقها في السطح، هو هذا اللي كتشوفوا حاليا. في الاخير ما بقى لي الا نودعكم وخلاص. اللي عنده شي بارتمان ولا فيلا ولا دار ولا منزل في اي مدينه في المغرب بغى يبيعها، ولا ارض ولا فيرما بغى يبيعها ولا بغى يكريها، ولا مرحبا به. الرقم ديال القناه هو 06 35 76 37 27. وتواصلوا معايا. الله يجزيكم بخير فقط عبر الواتساب. إذا في الأخير ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.